طبعا في شيء يتعلق بإعراب الجمل نحن لن نتكلم عنه ولن نتطرق إليه لأن هذه مبادئ فقط. إذا جملة قرأ الطفل الكتابة، ما إعرابها؟ قرأ فعل، الطفل فاعل عليه ضمة، الكتابة مفعول به. لو أردت أن لا أخبرك من الذي قرأ الكتاب، كيف سأعبر؟ كيف سأقول هذه الجملة؟ أقول قرئ الكتاب. قرئ الكتاب. عندما أقول قرئ، فعل، أنا أشعرك أنني لن أذكر لك الفاعل، لن أذكر لك من الذي فعل. كسر الباب، من الذي كسره؟ أنا لا أذكر ذلك لك في الجملة. كسر. قرئ الكتاب، من الذي قرأه؟ لم أذكر لك. قرئ هذا فعل مبني للمجهول لأنني أخفيت عنك من هو الفاعل. فقرئ الكتاب، قرئ فعل مبني للمجهول. عندما أقول كسر الطفل الكأس، الفاعل هو الطفل وحكمه الرفع، والكأس مفعول به وحكمه النصب. عندما أخفيت الفاعل، عندما أخفيت هذا المجرم، بقي أثر جريمته وهو الكأس المكسور. أثر الجريمة عندنا في اللسان هو الرفع، كان الفاعل مرفوعا، فلما أخفينا الفاعل بقي أثره وهو الرفع، وضعناه عند المفعول به، فصار الكأس هو المرفوع. كسر الكأس، قرئ الكتاب. كانت كسر الطفل الكأس، أخفينا الطفل، صارت كسر الكأس. قرأ الطفل الكتاب، أخفينا الطفل، قرئ الكتاب. فمن الذي حمل حكم الرفع هنا؟ الذي كان قبل قليل مفعول به. الآن لما أخفينا الفاعل صرنا نسمي المفعول به، سميناه نائب فاعل، لأنه حمل الرفع نيابة عن الفاعل فسميناه نائب فاعل. فأصبح هنا قرئ الكتاب، الكتاب نائب فاعل حكمه الرفع لأنه حمل أثر الفعل. طيب لو قلت محمد قرأ الفاتحة والبقرة والمائدة، ما حركة البقرة والمائدة؟ هذه الكلمات قبلها واو، إذن هذه الكلمة معطوفة على كلمة قبلها. كلمة البقرة معطوفة على كلمة قبلها، معطوفة على أي كلمة؟ هي اشتركت مع أي شيء؟ اشتركت مع الفاتحة في أنها قرأت كما قرأت الفاتحة. الفاتحة ما إعرابها هنا؟ مفعول به منصوب، عليها فتحة. البقرة معطوفة عليها، إذن عليها فتحة. المائدة أيضا معطوفة، إذن حكمها النصب، عليها الفتحة. فنقول محمد قرأ الفاتحة والبقرة والمائدة. طيب محمد قرأ بالفاتحة والبقرة والمائدة، ما الحركة التي على كلمة البقرة؟ ما هي معطوفة على الفاتحة. الفاتحة حركتها الكسرة لأنها مجرورة بالباء، بالتالي البقرة أيضا ستكون حركتها الكسرة لأنها معطوفة على الفاتحة. محمد قرأ بالفاتحة والبقرة والمائدة. شوف الآن بقي عندنا أمر سهل جدا. لو قيل لك صلى محمد خاشعا، صلى فعل ماض، محمد فاعل، طيب ما إعراب خاشعا؟ خاشعا ليس مفعولا به، ما إعرابه؟ طيب عندما قلت لك خاشعا أنا ماذا فعلت؟ حكيت لك حال محمد في صلاته. هل وصفته هو؟ لا، أنا حكيت حاله. فماذا سأعربها؟ حال، والحال منصوبة دائما. جاء الطفل مسرعا، مسرعا حال. قرأ الرجل القرآن باكيا، باكيا حال الرجل. لكن لو قلت لك صلى محمد الخاشع، الخاشع هذه هل هي حال محمد؟ لا، بل هي صفة محمد. صلى محمد خاشعا هي حكاية لحاله، كلمة خاشعا هي حكاية لحاله. لكن صلى محمد الخاشع، إذن عندي محمد خاشع وعندي محمد آخر، فمحمد الخاشع هو الذي صلى. جاء الطفل ضاحكا، عندما جاءني كان ضاحكا، الضاحك هو الذي جاء، فإذا الضاحك هنا صفة للطفل وليست حال. ضاحكا حال، حاله عندما جاء، أنا حكيت حاله، لكن عندما قلت الضاحك أنا وصفته بذلك. الحال دائما منصوبة، الصفة حكمها كحكم الموصوف. بمعنى لو قلت قرأ محمد الكريم القرآن الكريم، قرأ فعل، محمد فاعل مرفوع، الكريم صفة لمحمد حكمها الرفع. كلمة القرآن مفعول به منصوب، الكريم صفة للقرآن فإذا هي منصوبة، مثل كلمة القرآن، قرأ محمد الكريم القرآن الكريم. في الوقت الفاضل، في حرف جر، الوقت
مجرور. الفاضل صفة للوقت فتجر مثل ما يجر الوقت. بقي عندنا شيء نحن لم نتكلم عنه وهو الفعل. كيف نعربه؟ هذا أسهل شيء. الأفعال عندنا إما ماض أو مضارع الذي